السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلبه اولى اعدادي اهلا بكم. معكم مستر احمد دسوقي مدرس ماده الدراسات الاجتماعيه المرحله الاعداديه والتاريخ للثانويه العامه. المره اللي فاتت اتكلمنا على الجزء الاول من الدرس الثاني اللي هو مظاهر سطح افريقيا. مظاهر سطح افريقيا لو انت ما اتفرجتش عليه لازم تتفرج عليه، هسيبه لك تحت في الديسكربشن، ولاي حد عنده اي استفسار هسيب لك جروب التليجرام وجروب الواتساب. النهارده بقى موعدنا مع الجزء الثاني من الدرس الثاني اللي هو مظاهر سطح افريقيا. فزي ما تعودنا مع بعض، شاي جميل، قهوتك اللذيذه، نسكافيه الجميل، اي كده تحب تشربه، وتركز في كل كلمه بنقولها وتركز على الافكار اللي ناكد على من خلال الشرح، وباذن الله باذن الله باذن الله الدراسات هتكون في امان لسنين قدام. بس اوعى تنسى كلام، مش عايزين نطول المقدمه اكتر من كده، يلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا لازم نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، بسم الله الرحمن الرحيم، اياك نعبد واياك نستعين. صلي بينا على النبي ويلا بينا. طيب اتكلمنا عن مظاهر سطح افريقيا وقلنا في 3 اشكال، قلنا في هضاب، جبال، سهول. اتكلمنا المره اللي فاتت على الهضاب، تعالى بقى نتكلم النهارده على الجبال. صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، وحده الله لا اله الا الله. تعالى بقى نراجع على الجبال. بص كده معايا، بيقول لك ان الجبال هي مساحه مرتفعه عن سطح الارض، لها قمه جبليه وارتفاعها اكتر من 1000 متر. يبقى هي مسافه مرتفعه من سطح الارض، طولها اكتر من 1000 متر ولها قمه جبليه. طيب زي ايه في قاره افريقيا؟ قال لي والله عندي جبال التوائيه وعندي جبال انكساريه وعندي جبال بركانيه. طيب اول حاجه كده معايا قلنا الجبال الالتوائيه. مستر هو يعني ايه اصلا التوائيه؟ فاكرين المره اللي فاتت لما قلنا ان الكره الارضيه سطحها مش مستوي، فقلنا ساعات بيحصل حركات ضغط، فالصخور دي لو مش صلبه بيحصل لها التواء، بيحصل لها التواء. يعني الجبال التوائيه، جبال التوائيه بيرتفع اجزاء منها وبتكون جبال التوائيه، جبال التوائيه. طيب عندك زي ايه؟ قال لك والله عندي الكاب واطلس. الكاب، جبل الكاب بص هتلاقيه في الجنوب، يبقى عندي الكاب اللي انت بتلبسه، الكاب ده في الجنوب ماشي، اطلس في الشمال، جبال اطلس. يبقى الجبال التوائيه ايه؟ الكاب في الجنوب، اطلس في الشمال، ايه؟ الكاب في الجنوب، اطلس في الشمال. جبال اطلس بقى في شمال غرب القاره. يعني ايه يا مستر؟ بص كده الاتجاهات، ادي الاتجاهات، شمال جنوب شرق غرب، تمام. جبال اطلس بقى بص لو لقيناها، لو بصينا عليها هنلاقيها ازاي؟ شمال غرب. يبقى جبال اطلس تقع في شمال غرب القاره، في شمال غرب القاره، موجوده في 3 دول عربيه. 3 دول ايه؟ عربيه. اللي هم ايه يا مستر؟ اللي هم تونس، جزائر، المغرب. ايه؟ تونس، جزائر، المغرب. يبقى جبال اطلس موجوده فين؟ في شمال غرب افريقيا، شمال غرب افريقيا، في 3 دول عربيه، في 3 دول عربيه، تونس، جزائر، المغرب، تونس، جزائر، المغرب، تونس، جزائر، المغرب. طيب الامتداد بتاعتها بيقول لك هي بتمتد في سلسلتين متوازيتين، في سلسلتين متوازيتين. يعني ايه؟ بص السلسله، سلسله اطلس التل، تحتها اطلس الصحراء. يبقى هو كده الجبال عباره عن سلاسل، سلسله في الشمال وسلسله في الجنوب، اسمها اطلس التل في الشمال واطلس الصحراء في الجنوب، بينهم هضبه اسمها هضبه الشطوط. هضبه ايه؟ هضبه الشطوط. يبقى تاني، يبقى بتمتد في سلسلتين متوازيتين، سلسلتين متوازيتين، اطلس التل، اطلس الصحراء، بينهم هضبه الشطوط. هضبه الشطوط دي فين بقى؟ في دوله اسمها دوله الجزائر. ولو فاكرين قلنا في الدرس الاولاني ان الجزائر دي اكبر دوله عربيه افريقيه، اكبر دوله عربيه افريقيه واكبر دوله في افريقيا عموما، تمام. وكمان وقلنا على الجزائر دي انها الدوله اللي بتمر في شمال، في شرق وغرب خط جرينتش، وكمان فيها هضبه الشطوط. يبقى الجزائر اكبر دوله افريقيه، اكبر دوله عربيه، فيها هضبه الشطوط، وكمان بيمر بيها خط جرينتش في شمال وغرب، شمال وغرب الدولة. طيب اعلى قمة جبلية بقى في السلسلة دي اسمها اسمه جبل توبكال. جبل ايه؟ توبكال. حوالي 4156 متر، حوالي، يعني الرقم مش عليك مش مشكلة. يبقى اعلى قمة جبلية في سلسلة جبال اطلس قمة اسمها جبل توبكال، جبل توبكال. يبقى تاني قلنا الجبال الالتوائيه، جبال الالتوائيه، الكاب واطلس. ايه؟ الكاب في الجنوب، اطلس في الشمال. ايه؟ الكاب في الجنوب، اطلس في الشمال. جبال اطلس شمال غربي، اطلس شمال غربي، اطلس موجوده في شمال غرب قاره افريقيا.
في 3 دول عربيه، في 3 دول عربيه، تونس جزائر المغرب، تونس جزائر المغرب. تمتد بسلسلتين متوازيتين، في سلسلتين متوازيتين، اطلس التل، اطلس الصحراء بينهم هضبه الشطوط، اطلس التل، اطلس الصحراء بينهم هضبه الشطوط، في الجزائر، في الجزائر، في الجزائر. بص بقى، جبل توبكال بالمغرب اعلى قمه جبليه، جبل توبكال بالمغرب اعلى قمه جبليه، يبقى اعلى قمه جبليه في سلسله جبال اطلس جبل اسمه جبل توبكال، جبل ايه؟ توبكال. طيب ده كده الجبال الالتوائيه، الجبال الالتوائيه. طيب تاني جبال معايا الجبال الانكساريه، الجبال الانكساريه. ولو انت فاكر قلنا الجبال الانكساريه دي، قلنا الارض مش مستقره، ساعات بيحصل حركات شد وكسر، فالصخور صلبه ساعات بتنكسر، فبتكون جبال زي جبال البحر الاحمر، وبحار زي البحر الاحمر وخليج عدن. طيب كونت لي جبال زي جبال البحر الاحمر، جبال البحر الاحمر موجوده فين؟ في شرق القاره. ادي البحر الاحمر، الجبال موجوده في شرق القاره، في شرق افريقيا. طيب بيقول لك ايه تاني؟ بيقول لك هي تمتد على ساحل البحر الاحمر في 3 دول افريقيه، اللي هي مصر، السودان، اريتريا كمان. اللي هي ازاي؟ ادي جبال الاحمر، جبال البحر الاحمر موجوده في شرق القاره، موجوده في شرق القاره في 3 دول افريقيه، في 3 دول افريقيه، مصر، السودان، اريتريا كمان، مصر، السودان، اريتريا كمان. طيب وتعد الجبال دي جزء من الاخدود الافريقي العظيم، جزء من ايه؟ من الاخدود الافريقي العظيم. احنا قلنا الاخدود الافريقي العظيم ده اللي هو شويه انكسارات في شرق افريقيا، ما بينهم جبال البحر الاحمر والبحر الاحمر وخليج عدن وخليج العقبه. ده اسمه ايه؟ الاخدود الافريقي العظيم. يبقى جبال البحر الاحمر دي جزء من الاخدود الافريقي العظيم، وتعد الجبال جزء من الاخدود الافريقي عظيم، جزء من الاخدود الافريقي عظيم. طيب ايه اعلى جبل في الجبال دي؟ جبل اسمه جبل شايب البنات، جبل شايب البنات. عارفين لعبه الشايب؟ كانوا بيلعبوا كوتشينه وكسب شايب البنات ده، فبيسموه جبل شايب البنات. موجود فين؟ في مصر. هو اعلى قمه جبليه في السلسله، اعلى قمه جبليه في السلسله. بنقولها ازاي بقى؟ بص كده معايا، الجبال الانكساريه، الجبال الانكساريه، جبال البحر الاحمر موجوده فين؟ موجوده في شرق القاره، موجوده في شرق القاره على ساحل البحر الاحمر، على ساحل البحر الاحمر في 3 دول افريقيه، في 3 دول افريقيه، مصر، السودان، اريتريا كمان، مصر، السودان، اريتريا كمان. وتعد من جزء من اخدود افريقيا عظيم، جزء من اخدود افريقيا عظيم. جبل شايب البنات اعلى قمه جبليه يمان، جبل شايب البنات اعلى قمه جبليه يمان. يبقى تاني، الجبال الانكساريه جبال البحر الاحمر موجوده فين؟ موجوده في شرق القاره، موجوده في شرق القاره على ساحل البحر الاحمر، على ساحل البحر الاحمر في 3 دول افريقيه، في 3 دول افريقيه، مصر، السودان، اريتريا كمان، مصر، السودان، اريتريا كمان. وتعد من جزء من اخدود افريقيا عظيم، جزء من اخدود افريقيا عظيم. جبل شايب البنات اعلى قمه جبليه يمان، جبل شايب البنات اعلى قمه جبليه يمان. طيب ده كده الجبال الانكساريه. تعالى لتالت جبال معايا، وقلنا الجبال البركانيه، الجبال البركانيه. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام، وحده الله لا اله الا الله. احنا قلنا الجبال البركانيه دي بتتكون ازاي؟ بتتكون نتيجه الثورات البركانيه، الثورات البركانيه. البركان لما يثور بيبدا يرمي داخل الصخور باطن الارض، تبدا تتكون هنا، بتكون لي بقى جبال. قال لك جبال زي ايه؟ قال لك موجود في وسط القاره كينيا وكيليمنجارو، وفي الجنوب دراكنزبورج. بص كده في الجنوب جبل دراكنزبورج في الجنوب، والوسطيه كيليمنجارو وكينيا. طب والوسطيه كيليمنجارو وكينيا. يبقى الجبال البركانيه عندي 3 جبال. بص كده، في الوسطيه كيليمنجارو وكينيا، في الوسطيه كيليمنجارو وكينيا، في الجنوب دراكنزبورج، في الجنوب دراكنزبورج. بص بقى بيقول لك ايه؟ جبل كيليمنجارو او كلمنجارو، كيليمنجارو او كلمنجارو. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك هو موجود في وسط القاره، وخلي بالك بيقول لك اعلى قمه جبليه افريقيه، اعلى قمه جبليه افريقيه تقريبا 5900 متر. تمام؟ ده ادى ايه؟ ادى الى تكوين الجليد فوق قمته، على الرغم ان المنطقه دي منطقه استوائيه. مستر مش فاهم ايه الكلام ده؟
في قاعده كده بتقول لك اللي كلما ارتفعنا 150 متر بتقل الحراره 1 درجه مئويه. فالجبال ده حوالي بص 5900 متر، يعني تقريبا 6000 متر فوق سطح البحر. فكل ما ارتفع 150 متر بتقل الحراره 1 درجه مئويه. يعني لو الحراره 50 اما تطلع فوق هتلاقيها بالسالب، فهتلاقي على القمه الجبليه فيها جبال، فيها جليد، فيها ايه؟ جليد. يبقى تاني، يبقى جبل كليمنجارو او كليمنجارو موجود في وسط القاره. موجود فين؟ في وسط القاره. وبيقول لك هو اعلى قمه جبليه في قاره افريقيا، اعلى قمه جبليه في افريقيا، فادى الى تكوين الجليد فوق قمته، على الرغم ان اصلا المنطقه دي منطقه استوائيه. يبقى يجي يقول لك بما تفسر تكوين الجليد فوق قمه جبل كليمنجارو بسبب ايه؟ بسبب ان هو اعلى قمه جبليه في افريقيا، اعلى قمه جبليه في افريقيا. طيب يبقى احنا قلنا كده الجبال بسرعه كده نعرفها بسرعه. قلنا جبال التوائيه، جبال التوائيه ايه؟ الكاف في الجنوب، اطلس في الشمال. ايه الكاف في الجنوب، اطلس في الشمال. شمال غربي اطلس، شمال غربي اطلس، في 3 دول عربيه، في 3 دول عربيه: تونس، جزائر، المغرب. تونس، جزائر، المغرب، في سلسلتين متوازيتين، في سلسلتين متوازيتين. اطلس التل، اطلس الصحراء، بينهم هضبه الشطوط. اطلس التل، اطلس الصحراء، بينهم هضبه الشطوط، في الجزائر، في الجزائر. قلنا ان جبل توبكال بالمغرب اعلى قمه جبليه، جبل توبكال بالمغرب اعلى قمه جبليه. قلنا جبال انكساريه، جبال البحر الاحمر، موجوده في شرق القاره، موجوده في شرق القاره على ساحل البحر الاحمر، على ساحل البحر الاحمر، في 3 دول افريقيه، في 3 دول افريقيه: مصر، السودان، اريتريا كمان. مصر، السودان، اريتريا كمان. وتعد من جزء من اخدود افريقيا عظيم، جزء من اخدود افريقي عظيم. جبل شايب البيانات اعلى قمه جبليه يمان. جبل شايب البيانات اعلى قمه جبليه يمان. طيب قلنا الجبال البركانيه، جبال البركانيه قلنا الوسطيه كليمنجارو وكينيا، الوسطيه كليمنجارو وكينيا موجوده فين؟ كليمنجارو وكينيا موجوده في وسط القاره، موجوده في وسط القاره. ودراكنزبورغ موجود في الجنوب، جبل دراكنزبورغ موجود فين؟ في الجنوب. وقلنا جبل كليمنجارو موجود في وسط القاره، وهو اعلى قمه جبليه في افريقيا، اعلى قمه جبليه افريقيه، عشان كده هنلاقي الجليد فوق قمته. طيب كده انا عندي ملحوظه مهمه جدا 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 جدا. بيقول لك ايه بقى؟ اعلى قمه جبليه في سلسله اطلس جبل ايه؟ جبل توبكال. لكن اعلى قمه جبليه في سلسله جبال البحر الاحمر جبل شايب البنات، موجود في مصر. لكن اعلى قمه جبليه افريقيه هو جبل ايه؟ كليمنجارو. يبقى ملحوظه مهمه جدا 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 جدا: اعلى قمه جبليه في سلسله جبال اطلس جبل ايه؟ جبل توبكال. جبل توبكال في دوله المغرب. اعلى قمه جبليه في سلسله جبال البحر الاحمر هو جبل ايه؟ جبل شايب البنات، موجود في مصر. اعلى قمه بقى جبليه افريقيه عموما هو جبل ايه؟ جبل كليمنجارو، موجود فين؟ موجود في شرق قاره افريقيا. طيب تعال نعرف بقى ايه اهميه الجبال دي بالنسبه لقاره افريقيا. بيقول لك والله الجبال دي بتدعم قاره افريقيا في العديد من الانشطه الاقتصاديه. زي ايه؟ زي مجال السياحه او مجال التعدين والصناعه. مستر يعني ايه؟ بص كده مجال السياحه بيقول لك ايه؟ عارفين الجبال دي عندك مثلا جبل زي جبل دراكنزبورغ قلنا، او جبل كليمنجارو قلنا القمه بتاعته 5900 متر. قمه توبكال 4156 متر. جبل موسى 2280 متر. فعندك قمم جبليه كبيره جدا في افريقيا، فادى الى ان هي بتتميز بمظاهر خلابه بتجذب السياح. السياح بيجوا للجبال دي عشان يمارسوا مثلا لعبه زي ممارسه الجليد او التزحلق على الجليد. فدي مناظر مهمه جدا او مناظر خلابه بتجذب السياح في العديد من الانشطه في المناطق الجبليه. يبقى اما يجي يقول لك اهميه جبال افريقيا من الناحيه في السياحه، هتقول له لانها تتميز بمناطق خلابه بتجذب السياح عشان يمارسوا
الانشطه بالمناطق الجبليه، بالمناطق الجبليه. طيب في مجال التعدين والصناعه، الجبال فيها ثروات معدنيه، قال لك والله زي الحديد، زي الذهب، زي الفضه، زي النحاس، زي الفوسفات. ففي ثروات معدنيه كبيره جدا 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 ممكن نستفاد من خلال الجبال. يبقى الجبال عندي اهميه في حاجتين، في مجال السياحه والصناعه والتعدين. في السياحه قال لك والله في مناظر طبيعيه خلابه بتجذب السياح عشان يمارسوا انشطه كتير. طيب في مجال التعدين والصناعه فيها ثروات معدنيه كتيره جدا زي ذهب، نحاس، فوسفات، فضه، حديد. فكل الحاجات دي قد الى اللي هي بتدخل في صناعات عديده، في صناعات عديده. طيب تالت حاجه هنتكلم عليها هي السهول. مستر هو يعني ايه اصلا سهول؟ بيقول لك السهول دي هي الاراضي اللي جنب المسطحات المائيه، سواء المسطحات المائيه دي كانت انهار فبنسميها سهول فيضيه، او بحار ومحيطات بنسميها سهول ساحليه. ازاي؟ ركز معايا كده، بص كده، بيقول لك افريقيا فيها سهول متنوعه زي سهول فيضيه. السهول الفيضيه دي جنب الانهار، جنب الايه؟ الانهار. اما السهول الساحليه جنب البحار والمحيطات، جنب البحار والمحيطات. طيب اول حاجه معايا كده السهول الفيضيه اللي جنب الايه؟ جنب الانهار. طيب عندي انهار كتير، عندك والله عندك نهر النيل، نهر النيجر، نهر الكونغو، في نهر السنغال بس مش عليه. يبقى عندك ايه؟ عندك 3 نهار زي نهر النيل، الكونغو، النيجر. نهر النيل، الكونغو، النيجر. ادي نهر النيل، النيجر والكونغو. طيب فالانهار دي ساعدت على تكوين السهول الفيضيه الخصبه. اصل انا عايز اقول لك ان الاراضي اللي جنب الميه دي، الانهار بتجلب الطمي النيل دي اللي بيساعد على تخصيب التربه الزراعيه، فادى الى قيام نشاط الزراعه في سهول زي سهول نهر النيل، سهول نهر النيل. طيب نهر النيل ده موجود فين؟ في مصر والسودان وكتير من الدول، بس هو بيقول لك هو بتمتد في مصر والسودان. سهول وادي النيل طيب بتتميز بالخصوبه، تربتها خصبه، بسبب ايه اللي انا لسه قايل لك عليها؟ بسبب اللي تكونت من الطمي المنقول من هضبه الحبشه. نهر النيل الروافد بتاعه هناخدها في الدرس الجاي، اثيوبيا اللي هو البحيرات الاستوائيه والحبشه. الطمي ده منقول من الحبشه فبيؤدي الى التربه الزراعيه بتكون ارض خصبه جدا جدا جدا. طيب يبقى انا عندي السهول الفيضيه، السهول الفيضيه عندي السهول الفيضيه، السهول او الاراضي اللي جنب الانهار، جنب الانهار زي نهر النيل نهر النيل النيجر كونغو، نهر النيل النيجر كونغو. طيب عندي الاراضي دي ساعدت على اللي هي يكون في نشاط الزراعه، نشاط الزراعه زي سهول وادي النيل، سهول وادي النيل في مصر والسودان، في مصر والسودان. وقلنا اللي تربتها خصبه بسبب الطمي اللي منقول من هضبه الحبشه، بسبب الطمي اللي منقول من هضبه الحبشه. طيب السهول الساحليه، وقلنا السهول الساحليه دي اللي عند البحار او المحيطات، اللي عند البحار او المحيطات. بس بقى في ملحوظه هناك، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان يختلف اتساع السهول، يختلف اتساع السهول الساحليه في القاره من منطقه لاخرى بسبب اقتراب او ابتعاد المرتفعات من الساحل. مستر مش فاهم ايه الكلام المجعلص ده؟ بص كده معايا. فاكرين لما اتكلمنا على الجبال قلنا اللي في شمال غرب افريقيا فينا جبال اسمها جبال اطلس، صح؟ وهنا في جبال البحر الاحمر، صح؟ جبال البحر الاحمر. طيب السهول في البحر المتوسط، الحته دي في مصر، الحته دي مفيش جبال، فبيؤدي الى اللي فيه اتساع في السهل الساحلي بتاع ايه؟ بتاع البحر المتوسط. على العكس في الغرب ان الحته فيها جبال اطلس. على العكس في البحر الاحمر اللي فيه جبال البحر الاحمر، فالسهول بتوسع في الاماكن اللي ما يكونش فيها جبال، وبتضيق في الاماكن اللي ما بيكونش فيها، وبتضيق في الاماكن اللي بيكون فيها جبال. يعني ايه؟ بيقول لك ان يختلف اتساع السهول من منطقه لاخرى على حسب اقتراب او ابتعاد المرتفعات. اقتراب يعني مثلا عندك جبال البحر الاحمر، فهي السهول بتاعتها ضيقه بسبب اقتراب جبال البحر الاحمر من الساحل. طيب او السهول واسعه بسبب ان اصلا ما فيش جبال حواليها. طيب زي ايه والله؟ قال لك عندي سهول، عندك بحر المتوسط، بحر الاحمر، محيط هندي، محيط اطلنطي. واحده واحده كده معايا وشوف ايه هو السهول دي سواء واسعه او ضيقه. بيقول لك اول حاجه سهول البحر المتوسط.
السهول دي في شمال القاره، البحر المتوسط في الشمال. تمام. بص كده السهول هي واسعه في الحته دي اللي هي في مصر، بس ضيقه في الحته دي في الغرب عشان جبال اطلس، صح؟ يبقى هي بيقول لك ايه؟ تتسع في مصر وبتتميز بوجود النباتات الطبيعيه والمحاصيل الزراعيه اللي بتعتمد على الامطار الشتويه. اصل انا نسيت اقول لك ان الحته دي، ان البحر المتوسط دي المناخ بتاعها اسمه مناخ البحر المتوسط. مناخ البحر المتوسط ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء. شتاء يعني امطار شتويه، فبالتالي قامت نشاط الزراعه في الشتاء. ادي اول حاجه. يبقى بيقول لك تتسع في شمال مصر وبتتميز بوجود النباتات. يبقى في مصر اتساع، في مصر اتساع، بس بتضيق في بلاد المغرب العربي بسبب ايه؟ بسبب اقتراب جبال اطلس من الساحل. اي حاجه تيجي تقول لك بما تفسر ليه الساحل ده ضيق، هتقول له بسبب اقتراب الجبال على حسب المنطقه من الساحل. يعني مثلا تضييق سحول ساحل البحر الاحمر بسبب اقتراب جبال البحر الاحمر من الساحل. بتضيق سهول جبال المغرب العربي بسبب اقتراب جبال اطلس من الساحل. تمام. يبقى السهول بتاع البحر المتوسط في مصر في شمال، في اولا موقعها في شمال القاره. اتساع في مصر، في مصر اتساع، بس بتضيق في بلاد المغرب العربي ليه؟ بسبب اقتراب جبال اطلس من الساحل. ادي اول لقطه. طيب تاني حاجه سهول البحر الاحمر. سهول البحر الاحمر، بص كده سهول البحر الاحمر. قلنا سهول البحر الاحمر ضيقه بسبب وجود جبال البحر الاحمر، بس في ميزه في جبال البحر الاحمر ان هي غنيه بالثروات المعدنيه ومصادر الطاقه. يبقى سهول البحر الاحمر في شرق القاره اللي هو في مصر والسودان واريتريا. تمام. سهول ضيقه ليه؟ قلنا بسبب اقتراب الجبل من الساحل، بسبب اقتراب جبال البحر الاحمر من الساحل. طيب بس هي فيها ميزه اللي هي غنيه بالثروات المعدنيه ومصادر الطاقه. طيب شرق القاره بقى اللي هي فين؟ المحيط الهندي. المحيط الهندي موجود في شرق القاره. ادي المحيط الهندي. طيب بيقول لك بقى هنا في نسبيه، بيقول لك ايه؟ تختلف من حيث الاتساع. في تنزانيا اتساع، في دوله تنزانيا فيها اتساع، بس في كينيا عباره عن شريط ضيق ينحصر بين الساحل وهضبه البحيرات الاستوائيه. يعني ايه الكلام ده؟ بص كده بيقول لك في الشرق هي واسعه في تنزانيا، في دوله اسمها دوله تنزانيا. بس في دوله ايه؟ بيقول لك في دوله كينيا عباره عن شريط ضيق ينحصر بين الساحل وهضبه البحيرات الاستوائيه. في دوله كينيا هنا كده بالظبط هي عباره عن شريط ضيق، يعني عباره عن حاجه بسيطه جدا جدا ينحصر ما بين هضبه الساحل الشرقي وهضبه البحيرات الاستوائيه. الساحل الشرقي وهضبه البحيرات الاستوائيه. يبقى المحيط الهندي في شرق القاره تختلف من حيث الاتساع. في تنزانيا اتساع، تنزانيا اتساع، اما في كينيا عباره عن ضيقه، شريط ضيق ينحصر بين الساحل وهضبه البحيرات الاستوائيه. طيب اخر حاجه المحيط الاطلنطي، قال لك المحيط الاطلنطي يتميز بالاتساع عادي. بص كده هتلاقيه متسع، مفيش اي جبال حواليه. فبيقول لك باتساع وفي حقول زراعيه، في حقول زراعيه. يبقى انا عندي السهول في البحر المتوسط، البحر المتوسط في شمال القاره. في مصر اتساع، في مصر اتساع، بس بتضيق في بلاد المغرب العربي. طيب عندي جبال البحر الاحمر ضيقه بسبب اقتراب جبال البحر الاحمر من الساحل. عندي في شرق القاره قال لك والله هي متسعه في تنزانيا وضيقه في كينيا. عندك في غرب القاره واسعه وكمان في حقول زراعيه. تمام. الحقول الزراعيه دي خلي بالك زي البحر المتوسط، ساحل البحر المتوسط برضك في حقول زراعيه او في نباتات. تمام. في حقول زراعيه وفي محاصيل زراعيه. طيب اخر حاجه هنتكلم عليها بقى وهي الجزر. هي ايه الجزر؟ مستر هو يعني ايه جزيره اصلا؟ الجزيره دي عباره عن ارض يحب بها الماء من جميع الاتجاهات. ارض بيحب بها المياه من جميع الاتجاهات. يعني مثلا زي ايه؟ عندك جزيره مدغشقر، ادي الجزيره حواليها ميه. عندك جزر زي جزر القمه، ادي الجزر اهي عباره عن شويه جزر حواليها ميه من جميع الجهات. فجزيره عباره عن ارض يحب بها المياه من جميع الاتجاهات، ارض بيحب بها المياه من جميع الاتجاهات. مثلا عندك زي ايه؟ عندك زي جزيره مدغشقر، هي اكبر جزر القاره، اكبر جزر القاره. لو بصيت كده في الموقع هتلاقيها في المحيط الهندي. في المحيط ايه؟ في المحيط الهندي.
يبقى اكبر جزر القاره جزر مدغشقر، تقع في المحيط الهندي. بيفصلها عن الجزء الشرقي للقاره مضيق موزمبيق. مستر مش فاهم ازاي؟ ادي جزيره مدغشقر، تمام؟ بيفصلها عن الساحل ده مضيق موزمبيق، بس كده. يبقى جزيره مدغشقر اللي بيفصلها عن ساحل افريقيا مضيق اسمه مضيق موزمبيق. طيب في شمال غربها في دولة عربية وهي جزر القمر، دولة عربية وهي جزر القمر في شمال غرب جزيرة مدغشقر. ادي شمال غرب جزيرة مدغشقر في جزر القمر، في جزر القمر. طيب يبقى الجزر اكبر جزيرة في القارة جزيرة مدغشقر، تقع في المحيط الهندي، يفصلها عن الجزء الشرقي من قارة افريقيا مضيق موزمبيق، شمال غربها جزر القمر وهي دولة عربية. طيب اذا تطل قاره افريقيا على بحار ومحيطات واسعه، ادى ذلك الى ان يكون في ثروات طبيعيه كتيره جدا جدا جدا. عشان كده بتحرص افريقيا على تحقيق اهداف، وهو مما يحقق الاقتصاد الازرق. مستر هو ايه اقتصاد ازرق ده؟ الاقتصاد لونه باللون الازرق يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ركز معايا كده. بيقول لك الاقتصاد الازرق ده هو استثمار الموارد المائيه، مش الميه لونها ازرق، فبنسمي استثمار الموارد بتاعتها باللون الازرق، فعشان كده بنسميه اقتصاد ازرق، اقتصاد ازرق. طيب هو شكلها ليله زرقاء عليكم. طيب يبقى استثمار الموارد المائيه بشكل مستدام اللي هي البحار والمحيطات، البحار والمحيطات. يبقى الاقتصاد الازرق استثمار الموارد المائيه اللي هي البحار والمحيطات بشكل مستدام. عشان ليه؟ عشان نحقق التنميه المستدامه، عشان دايما يكون في تنميه في قاره افريقيا. طب لما يكون في تنميه هنقضي على الفقر وهنحقق الاكتفاء الذاتي. يعني ايه اكتفاء ذاتي؟ يعني مش هنستورد حاجه من بره، تمام؟ ده بجانب الحفاظ على النظام البيئي. يبقى ما يجي يقول لك ما المقصود بالاقتصاد الازرق، مش هتقول له اقتصاد لونهم الازرق، لا، هتقول له ايه؟ استثمار الموارد المائيه بشكل مستدام. ليه؟ عشان نحقق التنميه المستدامه. فلما نحقق التنميه المستدامه هنقضي على الفقر ونحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وده بجانب ان احنا نحافظ على المحافظه على النظام البيئي. طيب تعالى نعمل ريفرش سريع كده على اللي احنا قلناه بسرعه. قلنا الجبال، عندي جبال الالتوائيه انكساريه بركانيه، التوائيه انكساريه بركانيه. الجبال الالتوائيه قلنا اطلس في الجنوب، قلنا ايه الكاف في الجنوب، اطلس في الشمال، ايه الكاف في الجنوب، اطلس في الشمال. طيب قلنا الجبال الانكساريه عند جبال البحر الاحمر، وقلنا موجوده في شرق القاره، على ساحل البحر الاحمر في 3 دول افريقيه، مصر السودان اريتريا كمان، وقلنا الجبال البركانيه قلنا الوسطيه كليمنجارو وكينيا، وقلنا في الجنوب عندي جبال اسمها جبال دراكنزبورج، وقلنا ملحوظه مهمه جدا 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 جدا، اعلى قمه جبليه في سلسله جبال اطلس توبكال، موجوده فين؟ في المغرب. اعلى قمه جبليه في سلسله جبال البحر الاحمر جبل شايب البداد، موجود فين؟ في مصر. اعلى قمه جبليه افريقيه بقى عموما جبل كليمنجارو، موجود في وسط القاره، موجود فين؟ في وسط القاره. طيب اتكلمنا على الاهميه الاقتصاديه، وقلنا اهميه من حيث السياحه او من التعدين والصناعه. قلنا السياحه ان فيها مناطق خلابه بتجذب السياح. طيب قلنا التعدين والصناعه فيها ثروات معدنيه زي حديد، ذهب، فوسفات، نحاس، فضه. طيب واتكلمنا على السهول، سواء السهول الفيضيه او الساحليه. السهول الفيضيه جنب الانهار زي نهر النيل نيجر كونغو، وقلنا ادى الى وجود نشاط الزراعه زي سهول وادي نهر النيل في مصر والسودان. وقلنا اللي تربتها خصبه بسبب وجود الطمي اللي بيجي من هضبه الحبش، وقلنا السهول الساحليه اللي هي موجوده على البحار والمحيطات. عندي سهول بتختلف اتساعها على حسب اقتراب الجبال او ابتعادها من الساحل، زي عند البحر المتوسط عندي سهول البحر المتوسط في الشمال اتساع في مصر، بس بتضيق عند البحر الاحمر، عند البلاد المغرب العربي بسبب اقتراب جبال اطلس من الساحل. طيب قلنا في الشرق البحر الاحمر قلنا سهول ضيقه بسبب اقتراب جبال البحر الاحمر من الساحل. عندك شرق القاره، عندك المحيط الهندي في شرق القاره، قال لك والله بتختلف، في تنزانيا متسعه ضيقه في كينيا. طيب عندك في الغرب اتساع وفي حقول زراعيه زي البحر المتوسط. طيب اخر حاجه اتكلمنا عليها الجزر، وقلنا الجزر هي عباره عن ارض يحب بها المياه من جميع الاتجاهات، زي جزيره مدغشقر هي اكبر جزر القاره وتقع في المحيط الهندي، بيفصلها عن الجزء الشرقي مضيق موزمبيق، وقلنا في شمال غربها دوله جزر القمر،
وقلنا ان عشان كده افريقيا بتحاول تستثمر في الاقتصاد اسمه اقتصاد الازرق، وقلنا الاقتصاد الازرق ده معناه ان استثمار الموارد المائيه بشكل مستدام عشان نحقق التنميه المستدامه ونقضي على الفقر، وبالتالي نحقق الاكتفاء الذاتي مع المحافظه على النظام البيئي. وبكده نكون خلصنا شرح درس النهارده. اتمنى تكون كنت مركز معايا، ولاي حد عنده اي استفسار هسيب لك جروب التليجرام وجروب الواتساب. مش عايزك تشيل هم الدراسات ابدا، وتاكد ان باذن الله الدراسات هتكون في امان. اسمي قدام، بس اوعى تنسى الكلام. سلام.